السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد إليكم من جديد. النهاردة هنتكلم عن أنمي الواد أبو شعر أزرق أو أنمي مرحبا بك في مدرسة الشياطين إيروما كان. كنت بفكر إن أعمل له مراجعة من وقت طويل. الأنمي جامد فحت وكوميدي بحت. الشخصية الرئيسية بتاعت الأنمي اسمها إيروما، وأحداث القصة بتبدأ لما الحاج والحاجة باعوا إيروما لشيطان مقابل مبلغ مادي، ومن هنا بتتغير حياة إيروما وبيبدأ يحاول يتعايش مع الشياطين. أرجوك ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش. ما تخافش يا حزلقوم، انا مش جاي اذيك، انا جاي اساعدك. مش حضرتك راجل شرير؟ لا لا شرير، لا والمصحف شرير. لو جينا نتكلم عن إيروما فهو مثال للجدعنة. انت جدع. هو تلميذ أحمد السقا، ما بيقولش لحد لأ، والسبب ده بيرجع لضعف شخصيته. لما حد بيطلب منه حاجة مع كلمة من فضلك بيوافق عليها على طول. ولو جينا نتكلم عن أصحاب البطل فهم أزأز أو أزموديوس. المهم إن حصلت عركة ما بينه وبين إيروما، وإيروما اديله سوبلكس خلاه عمل سكرين شوت. 後にこの決闘を見た者は語る。そう、それは見事な。 وتقريبا عملوا ضبط مصر. والبنت الخضر دي ما اقدرش اقول حاجه عنها غير انها هبله هي وامها. عندك ايجابيات الانمي إن الكوميديا ممتازه، لا غبار عليها، الشخصيات بتخليك تتعلق بيها، والقصه بتحمس. السلبيات هي الغنى الكتير، بس تقييمي ليها هيبقى 9/10. ده لا يشمل الاغاني. المهم يا ريت لو دخلت على الفيديو ده تدعمني بسبسكرايب لايك وشير لو فيك الخير. سلام.